هو احنا مش بنشرب الشاي والقهوة عشان نصحصح؟ هتقول لي ايوه طبعا. اقول لك تخيل بقى ان انت ممكن تعرف من الحلقة دي ان احنا بنشرب الشاي والقهوة طول عمرنا غلط، وبدل ما جبتك يا عبد المعين تأني لقيتك يا عبد المعين تتعان. ده ممكن يكون ليه تأثير سلبي على الذاكرة ويخليك تنسى كل ما يخص علم النوم والذاكرة. في الحلقة دي ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب عن ان ازاي ننام صح وازاي نصحصح خلال اليوم. بما اننا ايام امتحانات واثناء الشغل عموما الواحد محتاج يصحصح، بس قبل ما نبدا الحلقه خلينا نقول ان المعلومات اللي هنقولها ممكن تكون صادمه للبعض. يعني مثلا هتكتشف ان انت كنت بتشرب الشاي او القهوه بتاعتك غلط، وعشان نوضح الحاجات اللي هنقولها في الحلقه بناء على كلام علماء النوم زي مثلا الدكتور مايكل بروس، وده المشهور بالسليب دكتور، دكتور النوم، ليه مؤلفات وكتب عديده في المجال ده، واللي هنقوله هنا هو ملخص شغله في خلال ال30 سنه اللي فاتت. طب نبدا. واول ما بتصحى من النوم الصبح، مين فيكم الصبح اول ما بيصحى يا اما فنجان قهوه يا كوبايه شاي؟ ودي تقريبا اول حاجه بتدخل جسمك. سمعك اللي بتقول انا وانا بسم الله ما شاء الله، ده في اجماع على كده. طب خليني اقول لكم ان الكلام ده غلط، ومش هو ده الوقت الانسب عشان نشرب فيه مشروبات الكافيين زي الشاي والقهوه. بص يا سيدي، اول ما بتصحى الصبح من النوم جسمك بيفرز هرمونين اللي هم الادرينالين والكورتيزول، ودول بيعلوا جدا عشان يصحصحوك، ودول مقارنتهم بالكافيين الموجود في الشاي او القهوه عامل بالظبط كده لما تقارن طياره بتوك توك. طالما معاك طياره ايه لازمه التوك توك؟ هتقول لي يا عم ما هو زياده الخير خيرين. اقول لك ولا خيرين ولا حاجه. مشروبات الكافيين زي القهوه والشاي جسمك بيدفع ثمن الاثار الجانبيه كل مره بتشربهم، زي مثلا الحموضه وغيرها. والاخطر من كده بقى لما جسمك يلقى ان انت بتجيب له حاجات من بره زي الشاي والقهوه عشان تصحصحه، يقول لك طب انا افرز ليه الهرمونين دول؟ فتروح عليك الطياره ويفضل لك التوك توك يا جميل، وتعمل دماغ التوك توك. عارف كده ان انت تبقى حالتك مزريه، كل شويه كوبايه شاي في كوبايه قهوه في كوبايه شاي عشان اصحصح وبرضه نايم. طب الأحسن إيه بقى؟ تستنى شوية أول ما تصحى يكون جسمك أفرز الهرمونين دول، يعني طيارتك معاك، معدلات الهرمونات دي بتبقى عالية، وبعد ساعة ونص بتبدأ تقل. هنا بقى أبدأ أدخل بالشاي والقهوة بتاعتي. يعني من الآخر يا أبو خالو استنى ساعة ونص بعد ما تصحى واشرب شايك وقهوتك. على فكرة أنا جربت الموضوع ده وطلع فعال جدا. تاني حاجة، جسمك أثناء النوم بيفقد مية. تخيل من بخار المية اللي بيطلع منك لما بتتنفس وانت نايم بتفقد حوالي لتر مية. يعني ما ينفعش يكون جسمك حصل له جفاف ديهايدريشن أثناء النوم وانت أول ما تصحى تضرب لك كوباية شاي أو قهوة، ودول مدرات بول، يعني برضه جسمك هيفقد مية. يبقى الأحسن إيه بقى؟ أول ما أصحى أشرب كوباية مية عشان المية اللي فقدتها، أستنى 90 دقيقة وبعدين أشرب الشاي والقهوة بتاعتي. طب أنا طبقت امبارح وما نمتش كويس وبنعنس ومش مركز وعاوز اركز لانه معايا امتحان او شغل مهم، اعمل ايه؟ اقول لك الحل ان انت تعمل كوبايه شاي او قهوه من غير سكر من غير لبن، حاجه ساده، حط فيها قطعه تلج عشان تبرد، اشربها بسرعه، غمض عينيك ونام 25 دقيقه. سامعك اللي بتقول ايوه يا ابو حميد هنبدا نستهبل بقى. يا ولد اصبر عليا يا ولد. علشان نفهم الحته دي تعال الاول اقول لك الكافيين اللي في الشاي والقهوه ازاي بيصحصحك. بص يا سيدي، كل ما جسمك بيحرق الجلوكوز ومع الأحداث اللي بتحصل أثناء اليوم بيفرز الأدينوسين، وده بيربط على مستقبلات في المخ، ولما بيتراكم مع بعض بتبدأ تشعر بالنوم وتقول إن أنا جعان نوم. حلو. الكافيين بقى في المشروبات زي الشاي والقهوة شبه تركيب الأدينوسين، يروح على مستقبلات الأدينوسين ويربط مكانه، وهنا المخ مادام مفيش أدينوسين رابط مش هتحس بالتعب وما تنامش. الله، يعني بننصب على الجسم. اقول لك ايوه. طب تعالوا نفسر مع بعض الحل الغريب اللي قلناه من شويه، ان انت تشرب شاي او قهوه وتنام على طول لمده 25 دقيقه. هنا جسمك هيعمل ايه؟ هيحرق الادينوسين، الكافيين هيبقى قاعد ومستني، اول ما تصحى من النوم هيروح رابط مكانه ويصحصحك لمده 4 ساعات على الاقل. طب الكافيين اللي موجود في الشاي والقهوه بيفضل في جسمي قد ايه؟ اقول لك بيفضل من حوالي من 6 ل 8 ساعات. وعلشان تنام نوم عميق وجودة النوم تبقى كويسة، على فكرة الموضوع مش بعدد ساعات النوم، بجودة النوم. يعني مثلا لو هنام الساعة 11 8 ساعات الكافيين في جسمي، يبقى اخر كوباية شاي او قهوة اشربها الساعة 3 العصر. هتقول لي ما انت ما تعرفش يا ابو حميد، انا بضرب كوبايه الشاي او القهوه من هنا وهوب دبل كيك اروح نايم على طول. اقول لك ده علشان حساسيه الكافيين. في ناس مهما تشرب من كافيين ما ياثرش فيها، لكن وحط مليون خط تحت لكن، انت شربت كافيين ونمت، الكافيين رابط على مستقبلات الادينوسين في المخ وبيقول لمخك صحصح.
وانت نايم، وبالتالي تلقى النوم بتاعك خفيف، جودة النوم وحشة، اي حاجة تصحيك وتصحى تعبان ومش مركز. والناس دول عموما تلقى الذاكرة عندهم وحشة، مهما يذاكر مش مجمع. هتقول استنى يا ابو حميد، هو ايه دخل النوم في الذاكرة؟ اقول لك احنا شرحنا مراحل النوم بالتفصيل في حلقة قبل كده، منهم مرحلة اسمها الريم، الرابid اي موفمنت، اللي هي حركة العين السريعة، ودي اللي بيحصل فيها الاحلام، وكمان بتتحول فيها المعلومات اللي حصلت عليها في خلال اليوم من الذاكرة المؤقتة للذاكرة طويلة الاجل. يعني لو عندك مشاكل في المذاكرة وبتنسى عموما، يبقى محتاج تظبط نومك. وبذكر المرحلة دي، تخيل المخ من كتر ما هو مركز على المعلومات بيحرق جلوكوز اكتر من ان انت وصاحي، وبالتالي تفقد كالوريز اكتر ووزن في المرحلة دي. يعني مش هيحصل الكلام ده الا في النوم العميق، عشان كده ظبط نومك تخس. طبعا والمشكلة الابدية معانا في صحيان الصبح وهو المنبه. يعني بالظبط لو عاوز تكره نغمة معينة انت بتحبها، حط لها منبه ليك الصبح. ومعظمنا طبعا بيعمل غفوة او سنوز. انا اعرف واحد صاحبي بيحط 5 منبهات من 7 ل 7:30 وبيصحى الساعة 9، وده يعتبر في علم النوم عك. ليه بقى؟ لان انت بتعمل غفوة لمدة 5 أو 10 دقايق، وجسمك هنا هينام نوم خفيف اللي هو ارضى انواع النوم، ومش هيوصل للنوم العميق الا بعد 45 دقيقة، وبالتالي انت بس بتتعب جسمك وهتصحى مصدع، يعني ملوش اي لازمة. الدكتور مايكل بروس قسم الناس جينيا حسب نوعهم، يعني في ناس بتحب تصحى بدري وفي ناس بتسهر. هو قسمهم بقى الى 4 انواع. النوع الاول وهم الاسود، ودول الناس اللي بتصحى من النجمة من 4:30 الفجر، ودول تلقاهم المديرين اللي يحط خطة ويمشي عليها. مشكلة النوع ده بقى، انسى بقى ان تقول له نعمل عشوة ونسمع فيلم، هو نام منك. ده واحد صاحي من 4:30 الفجر، وبالتالي اجتماعيا مش ولا بد. النوع الثاني وهم الدببة، ودول الناس اللي بيصحوا لما الشمس تطلع ويناموا لما الشمس تغيب، زي الموظفين كده، ناس اجتماعيين جدا والمجتمع كله مبني حواليهم. النوع الثالث هم الذئاب، ودول اللي بينشطوا بالليل ودايما بيفكروا خارج الصندوق، وتلاقيهم ريسك تيكر، مبتكرين، وما يحبش يمشي على خطة معينة. ده غير كمان انهم مخلصين جدا. النوع الرابع والاخير وهم الدولفين، ودول اللي عندهم مشاكل في النوم وارق، اذكياء جدا بس عندهم الوسواس القهري. والدكتور مايكل عمل موقع بتجاوب على كام سؤال ويديك النوع بتاعك. انا عملته وطلعت ديب، وقالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة. هسيب اللينك بتاع الموقع تحت، اعملوها وقولوا لي طلعتوا ايه. هتقول لي يعني طب انا استفيد ايه يعني لما اعرف النوع بتاعي؟ اقول لك هتعرف بالظبط امتى احسن وقت تشرب فيه شاي او قهوة، امتى تنام، امتى تصحى، حسب النوع بتاعك والهرمونات، ودي المواعيد حسب كلامه. ومع اخر الحلقة، اهم حاجتين نعملهم عشان ننام كويس. اول حاجة ان احنا ننتظم في النوم، ننام في وقت معين ونصحى في وقت معين. على فكرة انا انتظام النوم بتاعي وصل ل 96%، هقول لكم ازاي عملتها في الحلقة اللي جاية، لانه ده بيحسن جودة النوم. تاني حاجة عشان هرمون الميلاتونين يفرز وتنام كويس، لازم نطفي النور وننام في الضلمة. في الحلقة الجاية هنعرف مع بعض ايه الحاجات اللي انا محتاجها عشان انام كويس، بداية من المخدة والمرتبة اللي بتنام عليها، لازاي نوقف الشخير، وكمان تطبيقات مجانية تساعدنا ان احنا نحسن جودة النوم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. Alma Tube is good. وابيات الشعر النهارده للشاعر جعفر عباس، وده شاعر سوداني، عن ازاي الجهل ممكن يموت افكار كويسه. تعالوا نشوف بيقول ايه. خنافس الارض تجري في اعنتها، وسابح الخيل مربوط الى الوتد، واكرم الاسد محبوس ومضطهد، واحقر الدود يسعى غير مضطهد. فكم من شجاع اضاع الناس هيبته، وكم من جبان مهاب هيبة الأسد، وكم من فصيح أمات الجهل حجته، وكم من صفيق له الأسماع في رغد، وكم من كريم غدا في غير موضعه، وكم من كريم غدا في غير موضعه، وكم من وضيع غدا في أرفع الجدد، وكم من كريم غدا في غير موضعه، وكم وضيع غدا في أرفع الجدد.